النهاية دي أقنعتك ولا أنت زيي شايفها اتكروتت؟ بس انا مش عاوز ابقى الكبير. آخر الجزيرة 2 فجأة بتسمع القرار ده. ناس الجزيرة كبيرها لسه عايش. وأنا هنا مش بتكلم عن مالك، أنا بتكلم عن علي اللي ما قدمليش حاجة طول الفيلم تخليني أقبل القرار ده. عايش الكبير. رأيك إيه؟ شايفها نهاية مقنعة ولا كان باب عشان بس لو حبينا نعمل جزء تالت؟ وفي آسف على الإزعاج لما المخرج أصر يحط لك الديالوج ده بين حسن وبين الدكتور بتاعه وهو خارج من المصحة. هو لو انا بطلت الادويه وما خدتهاش يعني ممكن يحصل ايه؟ ولا حاجة، التهيؤات هترجع لك من تاني، ويا عالم بقى مين اللي هيطلع لك المرة دي. عشان وانا بشوف مشهد النهاية افهم ان مرض الفصام مرض مزمن، لازم افضل ماشي على العلاج عشان افضل محاصره. وبالنهاية دي حسن ما سمعش كلام الدكتور. استنوا انتوا هتتصوروا من غير يا وحشين. 1 2 3. والنهاية العبثية اللي في فيلم نور عيني، سارة حبت نور وبعد كده سابوا بعض، وكده حبت الدكتور بعد كده سابوا بعض، كده حبت احمد كده سابوا بعض، كده رجعت لنور وفي الاخر دي النهاية. حبيب مامي. ايوه بقى يغتي. ايوه كده بقى. فروحنا سألين صاحب الشأن، هي كده سارة هتكمل مع الدكتور ولا هتكمل مع نور؟ هو السؤال ده محيرني انا شخصيا. باختصار كل اللي عايز اقوله ان اي عمل ياسر عبد الرحمن بيحط فيه البصمة بتاعته لازم بيعلق معانا حتى لو عدى عليه 100 سنة. فياسر عبد الرحمن حب يوصل لك ان في صراع هيفضل طول ال 30 حلقة بين الطمع والقناعة، الحلال والحرام. لكن هنا في قائد، وقائد يعني في قرارات هتتاخد طول ما انت بتتفرج. وبصفة رئيس الجمهورية بأعلن قبول استقالتكم جميعا. احمد عز هنا كان لسه ممثل صغير، ومشهد النهاية في محامي هيحبس مراته عشان يطبق العدل، فانا محتاج هنا موسيقى تصويرية هي اللي تمثل وتخدم المشهد. محمد سامي أول مسلسل يخرجه هو مسلسل آدم، وتامر أول مسلسل يمثله هو مسلسل آدم برضه، فاعتمد بنسبة كبيرة على مزيكة ياسر عبد الرحمن في كل مشهد. وعلى فكرة من هنا بقت هي دي مدرسة محمد سامي في الإخراج، ما بيستغناش عن الموسيقى التصويرية. مدحت صالح مرة كان بيحكي بيقول من كتر ما المقام بتاع النوتة مظبوط مع كل كلمة في تتر حضرة المتهم أبي، إيدي كانت بتترعش. وانا لما جيت من الغير العدل كان كيفي، والحق كان مطمعي، والحب كان سيفي. اللي هي دلوقتي بقى اسمها وورد بلاي. في الأول هي كانت أصلا جناس تام. تسمع عن الجناس التام اللي هو لو كلمتين بيبقوا شبه بعض بس بيدوك معنى مختلف زي دي كده. بالسلامة الأولى اللي هي بخير يعني، وبالسلامة التانية اللي هو في داهية. ومفهوم يعني لو عدته كذا مرة تمام هترجمه. في ذكريات كدابة ده أكتر جناس طول معايا عقبال ما فهمت فرق معنى الكلمتين. حتى الصبر معاك عذبته، والاشواق في عيونك سبته، واللي معاك عذبته سبته، وانت بغدرك برضه. فبيبقى صمت متوظف دراميا لأن الجملة أساسا تقيلة، فيخلي ودنك تحس بيها أكتر ما تسمعها. يضيق نفسي كأني بموت، زي ما حصل في افتكر لي
ايقاع الاغنيه كل واحد، انت بتسمع مزيكا طول الوقت، بس في لحظه الاعتراف راح موقف المزيكا خالص عشان غصب عنك تركز اكتر. وانت بعيد وما بتشوفنيش، ايامي حبيبي في بعدك والله ما بيعدوا. في ناس ادرى مني بكتير في الحته دي، بس انا ودني بترتاح لما السكوت بيجي في اول الاغنيه خالص. بحس ان الكلام مباشر، بحس ان هو عايز يقولي ان اللي جاي ده سواء صدمه او عتاب هو جمله صريحه هشيلك منها الالات خالص عشان تركز معاها. بسهولة كده بتقولي حبي ماضي عدى ونسيتي. فراح قال للشاعر لا، الفيلم لازم ينزل، اديني ال6 كلمات اللي معاك وانا هلحن عليهم اغنيه كامله. فطلعت لنا كده. بين قلبي يا ناس، دلوني 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 عليك، فهمني خلاص، وازاي الاقيك، بين قلبي يا ناس دلوني عليك. مقام الحجاز عشان حزين قوي فبيستخدم دايما في التواشيح وفي الاناشيد في الحاجات اللي زي دي، بس فوزي لما لحنه كان ليه رأي تاني. الخفة اللي شاغلني مهما يبعد عني، أبو شامة وعلامة، أبو طلع بسامة، قلبي بيفرح ياما لما يهل عليا لما يهل عليا. فحتى الحاجة اللي كنت بتخليني اقعد 30 يوم اخمن فيها انت قفلتلي من اولها. ونفس الكلام شيماء اللي حولتلي مرة واحدة من شيمو اللي انا كنت ببقى مستني مشاهدها مع مازو لعيشة في مسلسل العتاولة. 2 ونص و5 ماليش فيه. لو سمحتوا ممكن ما نلعبش في الثوابت؟ ما كنش انا بشرب القهوة سادة فتحط لي فيها معلقة سكر وتقول لي بوجب معاك، ما انا مش هشربها. احنا مطحونين من السكة دي في الدراما وفي الحقيقة، فالتلزيق اللي انتوا حطيتوا التاتش وشلتوه ده اللي احنا بنبقى مفتقدينه، فيا ريت يرجع وبلاش تجويد. يعني انا مش اتخن وسيم؟ ما تخافش يا حبي، حتى لو انت مش اتخن وسيم انت في نظري اوسم تخين. هو ايه اللي اوسخ تخين دوت؟ اوسم تخين يا اسمع حلو.